تعالي نروح لدكتور التغذية ونعرف السبب ليه وزنك زايد كده. تعالى أقولك ليه وزنك زايد كده بكل بساطة. انتي مش جعانة أو مشكلتك مع الأكل، مشكلتك في النمط السلوكي. يعني أي حاجة حواليكي زي أي انتقاد من الناس، امتحانات أو تنمر أو أي ضغط عمومي بيخلي هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول يبعت إشارات للمخ ويقول له الجسم محتاج يهدى من التوتر والضغط. فالمخ يبقى عاوز دوبامين علشان يحسسك بالسعادة، فأسرع حاجة هي الشوكولاتة والسكريات والأكلات السريعة. ولكن بعد ما تاكلي والمخ يحس بالسعادة بتكون مجرد إحساس مؤقت، لأن مصدر المشكلة والتوتر لسه موجود. يعني الجسم ما حلش المشكلة، بل بالعكس وزنك زاد، ترجعي تحسي بالحزن، تاكلي تزيد، تعملي دايت، تحسي بالحرمان، تتوتري، تاكلي تاني، ودايرة مش تنتهي. اسألي نفسك قبل أي أكل، هل بداية الموضوع الأكل بسبب فراغ أو حزن أو وحدة؟ الحل بقى لازم تراقبي النمط وتعرفي المفتاح اللي بيخليك تدمني الأكل. بعد ما تعرفي السبب يبقى الحل أسهل. لو السبب توتر أو ضغط، جربي حاجة تانية تهديكي زي مكالمة لواحدة صاحبتك، رياضة، تمشية، كتابة مشاعرك، أو استشيري أخصائية تعديل سلوك. الجوع مش دايما علشان معدتك جعانة، أحيانا السبب التوتر والضغط العصبي. اكسروا دايرة الأكل بالوعي، ووعيكم هو المفتاح. يا ترى سمعتوا قبل كده عن الجوع العاطفي؟ وهل حد حصل له قبل كده؟ شاركونا تجربتكم في التعليقات وقولوا لنا إيه اللي حصل معاكم.